بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده ما شاء الله. عملناها في اقل من دقيقتين. الكبار يقدروا يعملوها والصغار يعملوها ما شاء الله، ولا ماده حافظه ولا اي حاجه فيها، سهله جدا وسريعه ما شاء الله عليها. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصاد. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل مع بعض مقرمشات علشان الاولاد، وكلنا بنحب المقرمشات. تعالوا نشوف نعمل المقرمشات بتاعتنا ازاي في البيت ومضمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاطه هنا يا حبايبي حله فيها ميه، هي ابتدت تغلي اهي. بسم الله. هنزل كميه المكرونه اللي انا عايزاها على حسب الاحتياج. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محتاجه كيس المكرونه ده كله، انتوا ممكن تحطوا نص بس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه بس حبه ملح في الميه كده، مش حاطه اي حاجه تاني ولا زيت ولا اي حاجه في الميه غير حبه الملح بس. هسيب المكرونه هنا تستوي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشوف التوابل بتاعت المقرمشات بتاعتنا. بسم الله. اول حاجه معايا حبه ملح، معلقه ملح يعني صغيره، معلقه كمون صغيره خالص، بهارات فراخ، ده كاري، كركم، بابريكا، بس كده دي التوابل بتاعتها. معايا هنا حبايبي معلقتين نشا، ومعايا كمان كوبايه دقيق، وفي مكعب مرقه ده اختيار، يعني حابين تحطوه حطوه عشان يعني يدي طعم اللي احنا بنشتريه من بره عشان الاولاد يحبوه. هسلق يا حبايبي المكرونه كده وهرجع معاكم نشوف هنعمل التتبيله ازاي بتاعت المقرمشات بتاعتنا. تعالوا يا حبايبي نعمل التتبيله بتاعت المقرمشات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق يا حبايبي اهو، دقيق قمح عادي خالص، او الدقيق الزيرو اللي بنشتريه من المحلات، والنشا. بسم الله. بسم الله. كل البهارات يا حبايبي هنا. بسم الله. المكرونه يا حبايبي. تعالوا نشوف الخطوه الثانيه. خلاص المكرونه اتسلقت يا حبايبي اهي، سلقه عادي خالص. هصفيها وهنرجع مع بعض ان شاء الله. صفيت المكرونه دلوقتي اهيت، وغسلتها كمان بحبه ميه ساقعه. هننزلها كده في الدقيق اللي احنا بهرناه والنشا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا لقيت الطبق يا حبايبي صغير، فحطيت طبق اكبر شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. الزيت يا حبايبي يكون غزير كده شويه. اول ما يبدا يسخن معانا هننزل المكرونه بتاعتنا فيه. بالشكل ده كده. معايا مصفى اللي هطلع بيها يا حبايبي ديت علشان ما اخدش الدقيق والبهارات اللي انا حطاها. بالشكل ده كده. لازم انفض كويس كده علشان الزيت ما يتحركش مني. بسم الله الرحمن الرحيم. هجلفها كده يا حبايبي واسيبها في الزيت لما تاخد اللون الذهبي وتتجرمش خالص، هنطلعها ان شاء الله. وده شكل المقرمشات بتاعتنا بعد ما استوت اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي بتجرمش ازاي؟ حاطه منديل مطبخ هنا علشان لو في زيت ولا حاجه يشرب المنديل. طعمها جميل خالص بالبهارات والتوابل اللي احنا حاطينها، والمرق هي اللي قلت لكم عليه يا حبايبي ديت علشان تبقى بطعم الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. هكمل باقي الكميه يا حبايبي ونرجع معاكم نقدم مع بعض ان شاء الله. وده الشكل النهائي يا حبايبي القرمش بتاعتنا ما شاء الله. عملناها في اقل من دقيقتين. الكبار يقدروا يعملوها والصغار يعملوها ما شاء الله، ولا ماده حافظه ولا اي حاجه فيها، سهله جدا وسريعه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه. بالهنا والشفا.